يا صباح الحلويات على أحلى وأجمل إخوات، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا. عايزاكم كده لو أول مرة بتشوفوني أتمنى كده تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وأول كده ما تخشوا الفيديو على طول تدوسوا كده على اللايك وتفرحوني كده. خلوا كده الفيديو بتاعنا كده يعلى كده وان شاء الله يكون فيديو جميل ويعجبكم ان شاء الله. الفيديو النهارده فيديو جديد حلو قوي. تعالوا معايا كده اخدكم مشوار معايا. انا نازله دلوقتي راح اشتري مشتريات شهر نوفمبر بتاعه البيت. هنروح كارفور ونروح عجمي ستور فتح الله. وهنروح كده ايه نشوف هنعمل ايه هناك ونجيب ايه من هناك. وتعالوا كده اخدكم جوله ونتمشى كده. انا نازله اهو دلوقتي بقول لكم بقى حطوا لي لايك. ويلا بينا كده اول ما هوصل هفتح معاكم ان شاء الله واصور لكم كل حاجة بإذن الله. طبعا انا هنا وانا في الطريق عايزه اقول لكم كنت راكبه العربيه اهو وقلت برضو كده اخد لكم لقطه كده وانا ماشيه. تمام انا كده دلوقتي في الطريق رايحه دلوقتي اول حاجه هروحها الاول عجمي ستور. بعد ما اخلص عجمي ستور هنروح على كارفور. ونشوف يومنا هيمشي ازاي كده وهنجيب ايه من هناك وايه المشتريات كده اللي هنحتاجها. وطبعا اهم حاجه ان احنا نجيب الضروريات والاساسيات بتاعه البيت. واي رفاهيات كده بنركنها على جنب بقى بيتبقى معانا فلوس كده هو بنشوف بقى ايه محتاجين ايه من الرفاهيات اللي نقدر نشتريها لاولادنا بنشتريها لهم برضو. ونفرحهم على قد ما نقدر. هنا طبعا دي شركة الحديد والصلب لو انتوا تعرفوا بقى خط العجمي انتوا عارفين ان انا ساكنة في اسكندرية محافظة الاسكندرية في العجمي. ودي المينا بتاعت الدخيلة زي ما انتوا شايفين اهي. دي مينة الدخيلة ودي شركة الحديد والصلب بتاع الحديد عز. بصوا بقى السكة زحمة هنا انا كنت وصلت بقى عجمي ستار اهو انا كده قدام المول. وهنا كده وانا داخلة المول دلوقتي. هنلاقي السلم بتاع اللي بينزلنا على فتح الله تحت السلم اللي هو الالكتروني دوت اللي بالكهرباء. عطلان فطبعا هنضطر كده ايه ان احنا نمشي لحد ما ندخل مدخل كده فيه سلالم وفيه اسانسير. طبعا هو دور اللي انت تنزليه سلمتين يعني فانا اخترت ان انا انزل على السريع كده ايه على السلالم اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا كده كنت قلت اخد لكم بقى ايه لقطة كده من كل حاجة عبايات وفساتين وعايزة اقول لكم اللبس الشتوي نزل بقى والبوتات والشوزات عايزة اقول لكم في محلات الاحذية. بجد قمة الجمال وروعة جدا جدا. وهنا ده مكان كده عاملينه زي حضانة او استراحة بيستضيفوا فيها الاطفال. لو انتي مثلا اولادك هيعذبوكي وانتي داخله تتسوقي وكده فبتسيبي اولادك هنا بتدفعي بالربع ساعه. ربع ساعه نص ساعه ساعه ساعتين الوقت اللي هما بيحاسبوكي بالربع ساعه. بالخمستاشر دقيقة تقريبا. المهم كده اخدنا عربية علشان نخش بقى ايه كده جوه فتح الله ونشوف كده بصوا انا حبيت اوريكم كده تشكيلة البوتات والشوزات اللي هناك. بجد حبت حاجات جميل قوي قوي. المهم انا طبعا راح اشتري حاجة البيت فمش عارفة اصور لكم بالتفصيل. دخلنا بقى كده وهنتسوق ونشوف هنجيب ايه للبيت طبعا خليكم معايا بقى وكملوا الفيديو لحد الاخر بس اهم حاجة تعملوها ان انتوا تحطولي لايك للفيديو وتشجعوني كده. وتدعموني بلايكات كتيرة كتيرة على قد ما تقدروا. علشان باذن الله تعالى احاول انزل لكم اكبر كم من الفيديوهات كده اهم حاجة تشجعوني وتقفوا جنبي. علشان ان شاء الله قناتنا تكبر باذن الله بحبكم ودعمكم لينا. اسيبكم بقى تكملوا الفيديو كده وتشوفوا كده هشتري ايه طبعا هتشوفوا كل حاجة معايا. طبعا هبقى معايا العربية اللي انا بحط فيها الباسكت. هتشوفوا انا حطيت ايه واشتريت ايه. وبرضو هنروح كارفور كده برضو جولة كده سريعة بعد ما نخلص من هنا. اوريكم برضو انا اشتريت ايه من كارفور اول ما نروح باذن الله هنفتح بقى المشتريات واوريكم كل حاجة انا اشتريتها. بس طبعا عايزة اقول لكم ان الاسعار غالية جدا 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 فوق ما تتوقعوا يعني بجد. وفي حاجات كتيرة ناقصة وفي حاجات جبتها وفي حاجات ما جبتهاش. يعني بصراحة يعني اهم حاجة زي ما قلت لكم ان انا كنت اشتري الاساسيات والحاجات الضرورية واللازمة جدا. وفي حاجات استغنيت عنها الشهر ده لان فعلا بقول لكم الاسعار فظيعة. هنا قسم العطارة زي ما انتوا شايفين طبعا بشتري بقى منه البهارات وبتاع كده اللي ناقصاني اهم حاجة كده تكملوا بس الفيديو لحد الاخر. وما تتخطوش الاعلانات. وتعملوا لايكات ولايكات 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 واهم حاجة اللايكات مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومليون بقول لكم حطوا اللايك ما تنسوش اللايك بالله عليكم. واول ما هوصل البيت ان شاء الله هوريكم كده انا جبت ايه من مشتريات البيت.
طبعا هنا بعد ما وصلت كارفور كنا خلاص بقى الليل كده والنهار كده راح، ودخلنا كده في الليل، كنا بعد المغرب زي ما انتم شايفين بقى كده. هنا ده كارفور اهو، ده المول. طبعا محلات بقى دي كيكاتو، محلات عرفة. المهم هم قالوا لي ما ينفعش ان انا اصور جوه في كارفور، مرضوش يخلوني اصور، فطبعا احترمت حاجة زي كده. وانا طالعة من جوه قابلت الشباب دي، اسم الصفحة بتاعتهم نوجا لايت، بيبيعوا، عايزة اقول لكم سناكس حلو جدا وصحي، يعني مستوي على البخار، مش مقلي كده، مقرمشات جميلة جدا. تمام. طبعا انا قلت لهم انا عامله دايت، فقالوا لي والله صحيه جدا ملهاش علاقه اصلا بالدايت. فطبعا فضل يلح عليا ان انا ادوق الايس كريم، قلت له عامله دايت عامله دايت، مرضاش برضو قال لي دوق الايس كريم هيعجبك جدا، السكر بتاعه مش عالي، وعاملينه طبعا فيه بالشوكولاته دارك. طبعا انتوا عارفين الشوكولاته الدارك يعني عادي ان انتي تاكليها وانتي عامله دايت. بجد هنا كنت بقول لهم انتوا كده هتبوظوا لي الدايت بتاعي، عمال يدوقني ادي الشوكولاته الدارك اهي، ودوقني كده فستق، ودوقني حليب كراميل، وانواع كتيره حلوه قوي وجميله جدا جدا عنده الايس كريم. وعايزه اقول لكم بقى اكتر حاجه عجبتني الكاندي تحفه تحفه تحفه. انا عن نفسي صراحه يعني بصوا تضحكوش عليا، انا اول مره ادوق الكاندي دوت. فهو عرض عليا الكاندي، قلت ايه اجيب لي العيال كده حبه افرحهم. انا كنت مفكره يعني فاهمين انتوا الاسعار، ها، بس لقيته ما شاء الله غالي جدا يعني. بس طبعا ايه، بصراحة يعني زي ما بيقولوا الغالي تمنه فيه، انتي بتاكلي كأنك بتاكلي فواكه طبيعية. طعم السفندي حقيقي طبيعي، طعم البطيخ حقيقي طبيعي. بجد الكاندي في منتهى الجمال والروعة، ومن الحاجات اللي لو حد سألني قال لي هي غالية اوفر، اوكي تمام، بس من الحاجات اللي انا فعلا لما اروح هناك احب اشتريها، او من الحاجات اللي بقيت احب ان انا اشتريها انا كدعاء. يعني اكلتها وحبيتها جدا، عايزه اقول لكم اكلت اكتر من عيالي فيها، بجد روعه. طبعا محلات عرفه انتوا عارفينها بتاعه الملابس، ومحل ديفيكاتو ماركه عالميه يعني في تركيا معروفه جدا، وبراندات. هنا بقى قال لي ايه تاخدي ايس كريم، فطبعا قلت يلا بقى بص يا بت، ايه هي مرة في الشهر وما بتتكررش. جبت لهم كاندي، وجبت من السناكس المقرمشات دي. كان عنده عامل عليها عرض، هو بيبيعها ب120 جنيه الكيلو، وعامل عليها عرض ب100 جنيه. انا اخدت نص ب50، واخدت علبة ايس كريم مشكلة بقى، حطيت لي شوكولاتة دارك على فستق على فراولة على اوريو على شوكولاتة، المهم شكلها لي يعني. وعمل لي كده كيسة حلوة كده للاولاد فيها كاندي. طبعا عايزة اقول لكم تقريبا نص الكاندي ده انا اللي اكلته، يعني نص الكيسة دي انا اللي اكلتها. عايزة اقول لكم ان انا كنت قلت ايه هدفع لي 200 جنيه كده ولا حاجة يعني، بس لا ما دفعتش 200 جنيه. انا قلت بقى ايه، ها، لا لقيت الاسعار مش قادره اقول لكم، بس انا فرحانه ومبسوطه بالحاجه يعني. هوريكم كل حاجه انا جبتها طبعا، هتشوفوها معايا وهقول لكم الاسعار. بس عايزه اقول لكم الاسعار فعلا فعلا مولعه مولعه مولعه، ربنا يرحمنا برحمته. بجد الحاجه مثلا اللي كنت بتجيبيها ب40 بقت ب60 وب70. اقصى حاجة يعني علبة السمنة كنت بجيبها ب36 جنيه، دلوقتي رفعت بقت ب74 جنيه. قلب الزبدة الفرن، بصوا حاجات مش قادرة اقول لكم. المهم انا هنا وصلت البيت زي ما انتم شايفين. جبت بقى ايه هقول لكم بقى، جبت كده علب جبنه دومتي للاولاد عشان الساندوتشات بتاعه المدرسه، وجبت معطر جو جليد، وجبت كده انا بحب البيك رولز، جبت لنفسي كام باكو كده، وجبت ازازه بيبسي دايت برضو لنفسي عشان مش بشرب بيبسي على طول، بشربها كل فين وفين، فلما لقيت الدايت فجبت كده واحده بشرب منها واشيلها، يعني مش بشرب اللتر ده كله. وجبت كده فراخ كوكي، جبت بانيه، وجبت اللي هي الفرخة الكاملة اللي بتبقى متقطعة على 12 قطعة. تمام. برضو جبت كيس، واحد بانيه وواحد فرخة كاملة، وجبة كاملة كده اهوت، بيبقى معاها جواها كيس بطاطس فارم فريتز. بس دولت كده اهمت، والجبن. وجبت ايه تاني يا دعاء، جبت ايه تاني، وجبت المعطر الجوي. دي الحاجات اللي انا جبتها من جوه كارفور عشان ما لقيتهاش في فتح الله. تمام كده. طبعا الحاجات التانية اللي احنا جبناها من الولاد السوريين اللي هم بيبيعوا السناكس. طبعا ده نص كيلو، الكيسين دول عاملين نص كيلو زي ما قلت لكم ب50 جنيه.
وجبت من عندهم الكاندي والايس كريم. الايس كريم العلبة لقيتها ما شاء الله ما شاء الله، هي العلبة كبيرة ومليانة 120 جنيه. والكاندي طلع حبة الكاندي اللي في الكيسة دول ب165 جنيه. طبعا انا عايزة اتصور معاها صورة للذكرى. بس عايزة اقول لكم بجد بجد تستاهل الفلوس عشان طعمها حكاية. بصوا انا بفتحها معاكم عشان اوريها لكم بقى من جوه. عايزه اقول لكم كل حاجه طعم جيلي كولا كانك كاكولا بالظبط، طعم الفراوله فراوله بالظبط، بجد فاكهه فاكهه يعني، والله طعم الاناناس، كنت حاسه ان انا باكل اناناس بجد فاكهه، مش باكل حاجه بطعم الفاكهه، لا انا كنت حاسه ان انا باكل الفاكهه دي حقيقي بجد. طبعا بقى ايه هوريكم دلوقتي الايس كريم كمان، وبعد كده نخش بقى على المشتريات اللي هي بقى الحقيقيه بتاعت البيت بقى، من بهارات بقى وسمنه ورز ولبن وحاجات اللي احنا جبناها. بصوا بوريكم الكيسه بتاعتهم اسمها نوجا لايت. عاملين صفحة على الفيسبوك عشان لو حبيتوا تتواصلوا معاهم يعني وتجيبوا من عندهم حاجات، عندهم حاجات جميلة جدا ومكسرات حلوة قوي قوي قوي. طبعا كمان برضو اشتريت مكسرات لنفسي. عشان كده بيبقى لازم باخد كده في نص يعني مثلا بعد ما بفطر مثلا ممكن ساعتين ولا حاجة اجوع ولا حاجة، ممكن اخد حبة مكسرات كده حاجة صغننة كده. جبت كاجو وجبت فستق، ما جبتش كتير، انا جبت ربع كاجو وتمن فستق بس كده، على قد يعني فاهمين من نفسي كده. المهم ان انا فرحت نفسي وفرحت اولادي تمام. جنب مشتريات البيت اللي احنا جبناها الاساسيه بتاعتنا، ان انا لازم افرح كنت ولادي زي ما قلت لكم، فرحت برضو نفسي ودلعت نفسي. ليه بقى؟ علشان احنا مش طول الشهر بناكل الحاجات دي ومش بنجيب الحاجات دي طول الشهر، هي مرة في الشهر حلو كده ان احنا نفرح اولادنا. لايكات بقى كتيرة وحركات كده واشتراكات بقى، عايزة اوصل 10,000 مشترك بسرعة وعاوزة انط لل100,000 بقى، يلا بقى عشان ناخد الدرع والقناة بتاعتنا تكبر ان شاء الله. يلا بينا بقى تعالوا كده شوفوا معايا اللي انا جبته من فتح الله عشان تشوفوا الصدمة الكبيرة. الصدمة الكبيرة. يلا بينا كده خش على المشتريات بتاعت فتح الله. معانا رز ومعانا صلصة ومعايا شاي ومعايا مربى ومعايا سمنة. جبت علبة سمنة وجايبة علبة مربى فراولة وعلبة مربى مشمش، وجبت جيلي، وجبت كده الجبن اهي، وجايبة كده 4 اكياس رز. طبعا عايزه اقول لكم ان هم كانوا راضيين يديني اكتر من كيسين رز، كل فرد ليه كيسين. وجبت كده مناديل للمطبخ، وجبت هنا اكياس ملوخيه، وجبت المسحوق بتاع الشهر. انا كنت بستخدم اوكسي بس ما لقيتش اوكسي كتير، فجبت 1 اوكسي و2 تايد. انا اول مره اجرب التايد صراحه، قولوا لي في الكومنتات اللي مجرب التايد حلو ولا مش حلو، انا اول مره هجربه. وطبعا جبت شامبو، الشامبو ده انا كنت جايباه الشهر اللي فات عرض كان ب110، لقيته الشهر ده ب80، فقلت لا استفاد، رحت جايبه علبتين، قلت عشان الشهر اللي بعد منه ما اجيبش شامبو اوفر. وجبت سوداني بالشوكولاته برضو للاولاد، وجايبه صلصه زي ما انتم شايفين كده، وجايبه لبن المراعي، وادي كده البهارات بتاعه الشهر، وجايبه فانيليا وجايبه بيكنج باودر، والبهارات كلها بقى بابريكا شطه فلفل اسمر بهارات فراخ بقى، وجايبه عدس وجايبه لوبيا، جايبه حبه حاجات كتيره يعني للبيت. الاساسيات هي دي الاساسيات بتاعه البيت. طبعا في حاجات انا كنت بجيبها بالعلبتين والتلاته، لا اللي كنت بجيبه بالتلاته جبت 2، واللي كنت بجيبها ب2 جبت 1 برضو، علشان زي ما قلت لكم الاسعار غاليه. زي ما شفتوا معايا كده الحاجات اللي احنا جبناها مع بعض، واخدتكم الجوله الجميله معايا كده على السريع. اتمنى كده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبحبكم قوي قوي في الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة، وهتوحشوني جدا جدا، بس بالله عليكم ما تنسونيش من دعواتكم ودعمكم ليا، وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتشجعوني بلايكات، واللي مش بيجيله اشعار مني الغي الاشتراك واشترك من اول وجديد. بحبكم قوي قوي. اسيبكم على خير واشوفكم ان شاء الله قريب. مع السلامة حبايب قلبي، باي باي.